مين لما بيجي يشرب من كولدير في الشارع مش بيشرب زي الناس، لا بيشرب من هنا. القصة انه فاكر نفسه ناصح، ما يعرفش ان الشعب كله بيفكر نفس تفكيره الغبي. طب مين لما يشوف حد بيشرب شاي فتلة مش بياخد الفتلة يرميها، لا بيرزعها في الحيطة او يلزقها في السقف. وقعت برضه. طب مين لما كان يجيب بوزو مش بياكله زي الناس، لا بيفضل يلزقه في بعضه بتفافة. بس معلش جبت كيس البوزو واتاكل قبل ما اصور. طب مين لما يبقى قاعد زهقان بدون سبب يملى كيس ميه ويروح رازعه في الشارع. يا اخواتي في برنامج بيعرفك طفلك المستقبلي هيبقى شكله عامل ازاي، سايب لكم اللينك بتاعه جوه تحت صورتي، خشوا حملوه ويعرف طفلكم المستقبلي هيبقى شكله عكر ولا شكله وسخ ولا عامل ازاي. كله يخش على اللينك تحت صورتي. طب مين المؤذي اللي لما يركب الاسانسير ويجي نازل منه بيروح دايس على الزراير كلها ومسجل؟ ده غير اللهطر اللي في المرايه بدون سبب بيعمل كده. طب مين البنوته الجميله اللي مش بيحلالها تعدل الطرحه ولا تظبط الميك اب غير في مرايه الاسانسير؟ طب مين في الاسانسير مش بيبقى فاهم الشيخ اللي بيقرا دوت بيقول ايه اصلا؟ ده معانا ولا علينا ولا بيقرا سحر؟ ده غير النحس اللي الكهرباء بتبقى موجوده طول اليوم واول ما هو يركب الاسانسير يروح النور قاطع بيه. الحقوني يا جدعان. نصيحه بقى من اخوك، لما الاسانسير يعطل بيك تفتحه من هنا من الحته دي كده، لكن لو عطل بيك قدام حيطه استشهد. لو لقيت نفسك في الفيديو اعمل لايك، ولو ما لقيتش نفسك في الفيديو تبقى انت مش طفل مصري اصيل.